ليس النظام هو الوحيد من يفاجئ أهالي دمشق في التفجيرات صباح كل يوم وصباح كل جمعة. فاليوم المواجهات والضرب والمفاجأة موجهة إلى نظام الأسد الذي يقوم في كل يوم وفي كل ليلة بمجازر بحق الشعب السوري. إضراب عام وشامل تحت اسم إضراب الكرامة دعا إليه الجيش السوري الحر إلى كافة تجار دمشق، يدعون فيه إلى إغلاق المحال التجارية والأسواق والحارات والأزقة حدادا على أرواح شهداء الثورة السورية في حمص وإدلب ودرعا وشهداء دمشق بشكل خاص. فيأخذ هذا الإضراب النجاح الأول في سوريا، حيث تم بنسبة 90%، فاجأ وهز أركان النظام في سوريا، حيث أول من شارك في هذا الإضراب هي أسواق الحلبوني وحي الحلبوني وحاراته وأهله وسكانه وثواره، فأغلقوا كافة محلاتهم التجارية برفقة بعض التظاهرات التي خرجت في الشوارع. كما شارك حي البحصة والمعروف بالسوق الإلكترونية الأكبر في سوريا بأكملها، فأغلق كل الصيانة وكل المحلات التجارية والمستودعات نصرة لإضراب الكرامة الذي دعا إليه الجيش السوري الحر. وإلى سوق الحميدية أهم الأسواق الاقتصادية في سوريا، وإلى النظام السوري، حيث يتجاوز أعداد المحلات فيه أكثر من 300 محل تم إغلاقهم كامل لمشاركة في هذا الإضراب العام حدادا على أرواح شهداء الثورة السورية. ولكن باتت تشير الأنباء عن تكسير الأقفال التجارية وسرقة بعض المحال منها من قبل قوات الأسد. غير بعيد جدا هو حي القدم، حيث يدخل يومه الرابع للتنديد في جرائم النظام اليومية ولإظهار غضبه من أركان النظام، آملين هذا الإضراب هو المرحلة الأخيرة لإسقاط هذا النظام. بالقرب من حي القدم في العاصمة دمشق هنا حي التضامن الدمشقي المعروف والشهير، حيث سقط فيه عشرات الشهداء وعشرات الجرحى، فتشارك كافة شوارعه وأحيائه أسواقه في هذا الإضراب المدعو إليه. ومن الطبيعي أن يشارك هذا الحي بعد سقوط الشهيد محمد سفر بإطلاق رصاص قوات الأسد العشوائي على المنازل وعلى البيوت، وبعد محاصرة الحي لساعات عدة في منتصف الليل. أي إصلاحاتك يا بشار؟ رصاص شبيحة. دمشق دف الشوك من 10/5/2012 ضرب اليوم الثاني على التوالي. ففي دف الشوك أيضا يظهر الثوار حالة الغضب من هذا النظام، فيشاركون في الإضراب العام الذي دعا إليه الجيش السوري الحر، ويشاركون في التظاهرات التي تندد بجرائم نظام الأسد كما يصفون. بالنسبة إلى جنوب دمشق، حيث تشارك في الإضراب السيدة زينب وعقربة ويلدة وببيلة، بالتزامن مع حملات اعتقالات تسببت إلى اعتقال البعض من الأشخاص بسبب تفاقم قدرة النظام وأركانه ورجاله وعناصره لتحمل حال هذا الإضراب. فسريعا ما تستدعي الحكومة السورية غرفة التجارة في دمشق محذرة إياها من إضراب شامل آخر من هذا النوع، وكما تهدد بإحراق كافة الأسواق في دمشق وخاصة السوق الحريقة إن لم يتم كسر هذا الإضراب بأسرع وقت ممكن. فمن غير البعيد أن تتجول كاميرات التلفزيون السوري في بعض الأحياء المناصرة لها في دمشق لتدعي قائلة بما يسمى على قنواتها التضليل الإعلامي، وتنفي كل هذا الإضراب، وتنفي عدسات كاميرات الناشطين السوريين التي تدعي الحكومة السورية أنها تمثل الشعب السوري. ظاهرة في عقرب مع التزامن بإضرابهم. ومن جهة أخرى فيخرج ثوار عقرب من الجهة الجنوبية في دمشق بمظاهرة حاشدة بالتزامن مع رفع أعلام الاستقلال وهي أعلام الثورة السورية، ترافقها إضرابا شامل يشل حركة المنطقة. أما في حي الميدان الدمشقي فاعتاد أهل الميدان على الخروج في تظاهراتهم اليومية،
حيث يسقط الجريحة تلو الجريحة تلو الشهيد، فيشتبكون مع قوات الأمن السوري، فهذا من يرمي الرصاص والقوات والقنابل الغازية، وهذا من يرد عليه بالحجارة. قيس الشامي من دمشق.